السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ ريتال للاكلات الشاي. النهارده هنعمل الممبار اللي بيضرب نار زي ما انتم شايفين كده، حلو فاخر من الاخر. بصوا هو حلو حلو بجد. عملنا قبل كده الممبار البوبس مع بعض، دلوقتي بقى عملنا الممبار العادي. كل سنه وانتم طيبين، داخلين على العيد الكبير، يعني في ممبار، في حاجه كده، في حلويات، حاجات كده كلنا مطلوب مننا ان احنا نعملها في العيد. ما ينفعش كلنا بنضحي وكلنا بتبقى الحاجة دي موجودة عندنا. فقلنا بقى ايه، نضفنا الممبار معاكم، والنهاردة بقى هنحشيه تكملة للفيديو بتاعنا بأسهل طريقة وأسرع طريقة، وتاخدي ممبار حلو جدا ولون ذهبي جميل جدا زي ما انتم شايفين كده. بجد يستاهل لايك. يلا نشوف الطريقة مع بعض. بص يا ست الكل، أول حاجة هنا معايا كمية من الزيت وكمية من البصل محترمة كده، وتقلبيها. ما تحمريش البصلايه قوي، ما تخليش اللون بتاعها يغمق، خلي اللون بتاعها يبقى لون ذهبي كده. بعد كده بتعملي عصير الطماطم بتاعك، طبعا حسب بقى الرز بقى، يعني كمية الرز وكمية الممبار اللي انت هتحشيها. لو هتعملي كمية كبيرة وعايزة تفرزيها بتفرزيها كويس جدا. انا جبت البصلاية واديتها اللون الحلو ده زي ما انتم شايفين كده، اللون ذهبي. ونزلت كمان بقرنين من الفلفل الحراق والرومي، يعني واحد حراق وواحد رومي، واديتهم تشويحة كده علشان ياخدوا اللون. وهنا دي الصلصة بتاعتي، طماطم صافي من غير مية خالص. يعني بصوا ما فيهاش يعني قليل خالص، هي مجرد ان انا حطيت بس مية قليلة علشان ان انا اضربها، انما هي دي طماطم صافي خالص، يعني ما فيهاش نسبة مية خالص. عصير طماطم تقيل جدا. بعد كده بقى بسيبها علشان تتسبك، بس بنزل بقى ايه بالبهارات بتاعتي. طبعا بنزل بنص معلقة صغيرة من السكر اهوت، ومعلقة كبيرة من الملح. والملح هنا حسب الرغبة وحسب التذوق بتاعك، يعني في ناس بتحب الاكل دلع وفي ناس بتحب الاكل حادق. فهنا كمان انا نزلت بمعلقة من الصلصة كبيرة. طبعا الصلصة بتاعتنا اتسبكت اهيت، وغسلت الرز بتاعنا والخضرة. هنيجي بقى في الخطوة ديت. انا بحب ان انا قبل ما، يعني ما بسيبش الرز بتاعي اغسله واركنه، لا، قبل ما احشي الممبار بتاعي او اي محشي بنزل هنا بالبهارات بتاعتي: فلفل، كمون، شطة، بابريكا، بهارات، سبع. بصي تبلي المحشي قبل ما كمون. بصي بتحس الريحة بتاعته بتبقى حلوة جدا، وانتي بتتبلي الرز في الخضار في البهارات، بتشوحي الكلام ده كله مع بعضه، بتقلبيه كله مع بعضه. والخطوة دي حلوة جدا ان انتي تنزلي ببصلاية. لما تيجي تاكلي الممبار كده، تحس ان البصلايه بتاعتك بتقرش تحت اسنانك كده. يعني والله بجد الخطوه دي خطوه اساسيه انا بعملها بجد. كل اللي داقوا يعني مش هقول لكم، بص انبهروا من الطعم بتاعه. دي الصلصه بتاعتنا اهيت بعد ما اتسبكت خالص اهيت. هبتدي ان انا اقلب الرز بتاعي بقى في الخلطه ديت. وطبعا كمية الممبار زي ما احنا عايزين وزي ما اتفقنا، كل واحد بيعمل الكمية المناسبة ليه. انا هبتدي اقلب الرز بتاعي بقى. عامة انا بحب الخلطة بتاعت المحشي، في ناس بتحب اللون بتاعها فاتح، بس انا بصراحة بحب خلطة المحشي بتاعتي يعني تبقى حمرا قوي. تقولوا بقى عيب ميزة ما تعرفوش، انا بحب صلصة المكرونة كتير. بحب الصلصة بتاعت اي حاجة بصلصة كده، بحب ان الصلصة بتاعتها تكون الاكل بتاعي صلصته حمرا ومخدومة. بقلبها كويس جدا كده بالشكل دوت طبعا. بعد كده بقى احنا قبل كده عملنا معاكم الممبار ونضفناه كويس جدا، ووريتكم طريقة تنظيفه وقلت لكم في طرق اختياري. بالنسبة لخطوة القلب، انا بقلب الممبار ليه؟ ممكن ما تقلبيش الممبار خالص. وزي ما اتفقنا يا ست الكل، الممبار بتاعك بالشكل دوت، زي ما قلتلك، ما بتقلبهوش على الناحية التانية. الخطوة اللي انا قلبته في الفيديو الاولاني بتاع الممبار دي خطوة اختياري، تقدري ان انت تقلبيه وتقدري ان انت ما تقلبهوش. نضفنا مع بعض الممبار بطريقة سهلة جدا، تقدري ان انت تعمليها. بص ما بتاخدش منك اي وقت ولا اي مجهود بجد، والطريقة بيطلع الممبار يعني ابيض زي الشمع ونضيف جدا. مفيش ريحة زفارة، مفيهوش اي حاجة. طبعا بنحشي الممبار بتاعنا، وانتي بتحشي الممبار ما تملهوش رز قوي علشان ما يفرقعش منك، لا اديله الرز المناسب ليه، بحيث الصابع ما يبقاش مليان، ما يبقاش مكتوم كده. الصابع يبقى الرز فيه واخد حقه.
يستوي يبقى الرزاية مفلفلة جوه منه كده، تلاقي الرزاية الواحدة بوحدتها، مش مكتوم ومعجن والكلام ده كله، لا. وحدة الممبار اديها حقها كده في الرز، وتوزعي الرز كويس جدا بالشكل دوت. شايفين؟ بتبتدي بقى ان انت تفردي الرز، ما تحاوليش والله، ما تحاولي ان انت تملي الصابع قوي. يعني انا بشوف ناس بتملى صابع الممبار ده رز، بيبقى يعني كمية رز رهيبة. لا، ادي لصابع الممبار حقه في الرز كويس، وصابع الممبار بتاعك بجد هيطلع معاكي تحفة، يعني حاجة كده لذيذة جدا. طبعا انا بحشي الكمية كلها بنفس الطريقة. بتقطعيه بقى طبعا على حجم ما انت عايزة تعملي منه الممبار البوبس، ممكن تسيبي الممبار كامل على بعضه. الواحد طويل بتقسميه يعني على قد ما انت عايزة، وبتربطيه بخيوط، او في بقى طريقة. انا مثلا حشيت الممبار بتاعي ده كله، وكنت عايزة اعمل ممبار بوبس وما ما احشش ممبار طويل. لا، بجيب الخيط بتاعي وببتدي بقى ان انا اربط الممبار بتاعي، واعمله على شكل دواير كده او كور، علشان يبقى هو الممبار البوبس. طبعا الاطفال بتعشقه بصراحة، يعني بيتخانقوا عليه خناق الممبار البوبس دوت، بس بصراحة من حلاوة الممبار اتاكل كله بوبس وغيره. كان طعمه بجد حلو جدا. كل اللي ضاقه شكر فيه وقال طعمه جميل، والخلطة بتاعته كمان رهيبة جدا. وكلنا الاكلات دي في العيد الكبير بتبقى مطلوبة مننا. ويعني بصوا، دي التحابيش بتاعة العيد، ما ينفعش تعدي علينا كده من غير ما ناكلش ممبار، كرشة، فشة، كبدة. بصي، العيد الكبير ده يعني الكلام ده كله. طبعا بخلص الكمية كلها بتاعة الممبار، بحشيها كلها بنفس الطريقة. وطبعا ببقى حاطة بقى مجهزة الحلة اللي انا هسلق فيها الممبار. بيكون بقى طبعا الحلة على حسب الكمية، زي ما قلتلك ده الممبار البوبس علشان احنا نربطه. خدت من شوية من الممبار وربطتهم، وجيت هنا عند المية المغلية بتاعتي، حطيت فيها بصل، ورق لوري، جزر، فلفل، فلفل اسمر. بصي حبيش ايه الصلصة الشوربة اللي انتي هتنزلي فيها الممبار بتاعك، وتسقطيه بقى الممبار بتاعك بالشكل دوت. ويكون المية بتغلي، بصي تاخد غلوتين 3 كده، وهدي عليه النار بقى وسيبيه. هيستوي الرزاية، مش هتاخد سوا، لان النار الهادية بتسوي اكتر من النار العالية. طبعا ده شكل الممبار بتاعنا، شايفين منظره؟ فيش واحدة فيه فرقعت، فيش فيه رز اللي هو كمية الرز الرهيبة. طبعا هنروح نحمره مع بعض. وطبعا ده الممبار البوبس. طبعا انا جبت زيت اهو، بيكون زيت يعني عايزة تحطي زيت غزير حطي يعني، بس يعني تفضلي انت تحطي كمية زيت. وبعد كده تبتدي تنزلي بالممبار بتاعك بقى. يعني انا حمرت كمية قبل كده، ورجعت ان انا احمر تاني علشان الفيديو ما يبقاش طويل. في الوقت الحالي وصلت لغايه الخطوه ديت. تقدري بقى ان انت تفرزيه لو مش عايزه تعملي الكميه، مثلا عملت الكميه كلها والعيد والزحمه والكلام ده كله، تقدري ان انت تفرزيه بقى بالشكل ده، وتطلعيه من الفريزر للتسويه على طول. يعني للتحمير، ان انت تديله لون. مثلا انا حاطاه في الفريزر، طبعا بطلعه بيفك، بروح محمراه. طبعا ده شكله. بصوا، هو بيتكلم عن نفسه. شايفين المنظر بتاعه؟ بجد منظره تحفة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. بجد يستاهل لايك كده، حلو فاخر من الاخر، بجد حاجة تحفة جدا. بجد ما شاء الله، حاجة كده روعة فوق ما تتخيلوا. احكموا بنفسكم. لايك للفيديو. شايفين شكله تحفة جدا.